السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية في مجال السيرة والبحوث الإسلامية. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طلاب الأعزاء، بما تأمر الآية الكريمة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. بالصبر. من هم الذين يتصفون بالصبر في الآية الكريمة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، هم أولو العزم من الرسل. طلاب الأعزاء، هيا بنا لكي نتعرف على عنوان درس اليوم، وهو صبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى. فقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء الكفار بالثبات على الدعوة ونشر الإسلام خارج مكة، ولم يتنازل عن نشر الدعوة، ولم يؤثر به إيذاء قريش وما تعرض له من أذى وألم وتعب، بل ازداد ثباتا وحرصا على نشر الإسلام حتى وصل إلينا. طلاب الأعزاء، هيا بنا لكي نتعرف على أهداف درس اليوم. الهدف الأول: أن يذكر سبب استكبار قريش وعدم إيمانها بالله تعالى. الهدف الثاني: أن يعدد نماذج من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على إيذاء قريش. طلاب الأعزاء، هيا بنا لكي نتعرف على الهدف الأول، وهو أن يذكر سبب استكبار قريش وعدم إيمانها بالله تعالى. طلاب الأعزاء، أمامكم فقرة قوموا بقراءتها قراءة صامتة. أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن انتهينا من قراءة الفقرة فلنجيب على الأسئلة الآتية. السؤال يقول: ماذا كانت تعبد قريش قبل الإسلام؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، الأصنام. السؤال الثاني يقول: إلى أي شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إلى الإسلام والتوحيد الخالص. السؤال الثالث يقول: ما موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، رفضت دعوته ومنعته من مقابلة الناس القادمين لزيارة الكعبة. السؤال الرابع يقول: علل رفض قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة: أحسنتم، بارك الله فيكم، لأن الإسلام يدعو إلى المساواة بين السادة والعبيد. طلاب الأعزاء، قوموا بفتح الكتاب المدرسي صاد 61. السؤال يقول: بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى عبادة الله، لماذا رفضت قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الإسلام وأعلنت عداءها له؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، لأنهم عرفوا عظمة الإسلام وأنه يدعو للمساواة بين السادة والبسطاء العبيد. طلاب الأعزاء، هيا بنا لكي نتعرف على الهدف الثاني، وهو أن يعدد نماذج من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على إيذاء قريش. الموقف الأول: كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم من الذين رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بإيذائه، فكان يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ومواسم الحج ويكذبه، وكان يضربه بالحجر حتى ينزل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجة أبي لهب شديدة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والقاذورات على باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه، فأنزل الله عز وجل سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. طلاب الأعزاء، بعد أن انتهينا من القراءة هيا بنا لكي نجيب على الأسئلة الآتية. السؤال يقول: ما هي قرابة أبي لهب بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول: اذكر موقف أبي لهب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، بارك الله فيكم، رفض دعوته وقام بإيذائه. السؤال الثالث يقول: ماذا كانت تفعل زوجة أبي لهب بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، بارك الله فيكم،
كانت تلقي في طريقه القاذورات والأشواك. سؤال يقول حدد اسم السورة التي نزلت في أبي لهب وزوجته. أحسنتم بارك الله فيكم، سورة المسد. طلاب الأعزاء، هيا بنا لفتح الكتاب المدرسي صاد 62. السؤال يقول ما موقف أبي لهب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم بارك الله فيكم، رفض دعوته وقام بإيذائه. ما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعرض له من الإيذاء من أبي لهب وزوجته؟ أحسنتم بارك الله فيكم، صبر على إيذائهما. هيا بنا لكي نتعرف على الموقف الثاني من المواقف التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحابه جالسون، فقال أبو جهل من يأتي لنا بالقاذورات ويضعها على محمد وهو ساجد، يقصدون الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل يسمى عقبة ابن أبي معيط فأخذ القاذورات ووضعها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فضحكوا جميعا ولم يقدر أحد على إزالته حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت القاذورات عنه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 يقول اللهم عليك بقريش، فاستجاب الله عز وجل دعاءه كما قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتهم قتلى في معركة بدر. طلاب الأعزاء، هيا بنا لفتح الكتاب المدرسي صاد 65. السؤال يقول أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة فيما يأتي. السؤال يقول قبلت قريش دعوة محمد صلى الله عليه وسلم للإسلام بالدفاع عنه ولا الإيمان به ولا محاربته؟ أحسنتم بارك الله فيكم، محاربته. الصحابية التي رفعت القاذورات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاها عليه المشركون وهو ساجد، فاطمة، عائشة، زينب. أحسنتم بارك الله فيكم، فاطمة. وفي الختام أسأل الله لكم الفهم والتوفيق والنجاح والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.